حين يتحدث الخطيب عن وجع الشباب، لماذا يكون الحل هو توقيفه؟ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: مع كامل الاحترام لمؤسسات الدولة وللمهام التي تطلع بها وزارتكم في تنظيم الشأن الديني، هناك سؤال مشروع يطرح نفسه بقوة بعد توقيف خطيب مسجد الغفران بمدينة بركان سعيد الطاهري عقب خطبة تناول فيها موضوع المواطنة والهجرة وأحداث العبور الجماعي نحو سبتة. حسب المعطيات المنشورة، فإن الرجل لم يدع الشباب إلى الهجرة ولم يحرضهم على الفوضى، بل تحدث عن ظاهرة خطيرة يعرفها الجميع، وهي أن شبابا مغاربة أصبحوا يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى، وحاول أن يناقش الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك، من غياب فرص الشغل إلى مشاكل التعليم والصحة وانسداد الأفق أمام جزء من الشباب. فهل أصبح مجرد الحديث عن هذه المشاكل ممنوعا حتى داخل منبر المسجد؟ وهل المطلوب من الخطيب أن يقول للشباب فقط أحبوا وطنكم، دون أن يسأل لماذا أصبح بعض هؤلاء الشباب مستعدين للمخاطرة بحياتهم من أجل مغادرة وطنهم؟ الوطنية ليست كلمات تقال في الخطب فقط، والوطنية الحقيقية هي أن يشعر المواطن بأن له مستقبلا داخل بلده، وأن التعليم والعمل والصحة والكرامة ليست امتيازات، وإنما حقوق ومسؤوليات مشتركة بين الدولة والمواطن. إذا كان الخطيب قد أخطأ في استعمال عبارة معينة أو تجاوز فعلا الضوابط القانونية المنظمة للخطبة، فمن حق الوزارة أن تحاسبه وفق القانون، لكن من حق الرأي العام أيضا أن يعرف ما هي العبارة التي استوجبت توقيفه، وما هو التجاوز الذي ارتكبه تحديدا. لأن توقيف خطيب بمجرد حديثه عن ظاهرة اجتماعية واقعية دون تقديم توضيح رسمي مفصل قد يعطي انطباعا خطيرا بأن معالجة مشاكل المجتمع أصبحت ممنوعة، وأن المطلوب من المنبر هو الصمت عندما يتعلق الأمر بأوجاع المواطنين. السيد الوزير: الخطيب لم يصنع أزمة سبتة، ولم يصنع البطالة، ولم يصنع مشاكل التعليم والصحة، ولم يدفع الشباب إلى البحر. الخطيب تحدث عن واقع موجود أمام أعين الجميع، والعلاج الحقيقي لا يكون بإسكات من يتحدث عن المرض، وإنما بالبحث عن أسباب المرض. إذا كان الشاب المغربي يعيش في ظروف جيدة ولديه تعليم محترم وفرصة عمل وأمل في المستقبل، فلماذا سيرمي نفسه في البحر أو يحاول الوصول إلى سبتة وميليليا؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نناقشها. أما أن نعاقب من يطرح السؤال ونترك المشكلة نفسها قائمة، فهذا لن يحل شيئا، بل بالعكس، المنبر الديني يمكن أن يكون جزءا من الحل عندما يدعو الشباب إلى عدم تعريض حياتهم للخطر، وفي الوقت نفسه يوجه المسؤولين والمجتمع إلى ضرورة معالجة الأسباب التي تغذي اليأس والإحباط. نحن لا نطالب بأن تتحول خطبة الجمعة إلى منصة حزبية أو سياسية، ولا نطالب الخطباء بالخروج عن الضوابط المنظمة للمساجد، لكننا نطالب بشيء بسيط: اتركوا الخطيب يعالج مشاكل المجتمع بالحكمة، ما دام لا يحرض على الفوضى ولا يدعو إلى العنف ولا يهاجم مؤسسات الدولة. وإذا كانت المواطنة تعني الحقوق والواجبات، فمن الطبيعي أن يتحدث الخطيب عن واجبات المواطن كما يتحدث عن مسؤوليات الدولة تجاه المواطن. لذلك، قبل أن نطالب الشباب بحب الوطن، علينا أن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا حتى يشعر هذا الشاب أن وطنه يحبه أيضا؟ هذه ليست دعوة إلى الفوضى، هذه دعوة إلى الإصلاح، وليست إساءة إلى الدولة، بل هي رغبة في أن تكون الدولة أقوى، والمجتمع أكثر تماسكا، والشباب أكثر أملا في مستقبل. أما توقيف الخطيب دون توضيح دقيق للرأي العام حول التجاوز الذي ارتكبه، فيطرح أكثر من سؤال، ويحتاج إلى جواب واضح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأن معالجة مشاكل الوطن لا تبدأ بإسكات من يتحدث عنها، بل تبدأ بالاستماع إليه.